عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو في الأيام الأخيرة مباراة الأهلي الإمارات مع فريق اليابان وتدخل الاتحاد الإماراتي اللي صراحة أنا أقول عليه كفو والله. الاتحاد الإماراتي تدخلوا ودفاع مستميت عن فريق الأهلي الإماراتي والفرق الإماراتية عكس الاتحاد السعودي. شفنا مباراة الاتحاد والفريق الياباني ولا كان الاتحاد فريق سعودي، كان الاتحاد من كوكب آخر. صراحة شيء غريب. مباراة الهلال وسيدني تتذكروها، واستماتة الاتحاد السعودي في الدفاع عن الهلال وتدخلاته، وايضا في مباريات بعض المباريات في بطولات كاس اسيا تدخل عشان يأجل مباراة نادي الهلال. وكمان شفناه في كاس العالم للانديه اللي في امريكا، والهلال ما يقدر يتعاقد مع لعيبه وراح يمدد له عشان يدخل حمد الله. يعني تحس الاتحاد السعودي كانه لعبه في ايد نادي الهلال. اما الانديه الثانيه لا، حتى نادي الاهلي تضرر منه مع بيراميدز اليابان، مع بيراميدز المصري تتذكروا انتم في كاس القارات دي المره مع الاهلي المصري مع الاهلي السعودي. عشان تعرفوا انت ليه يبغوا الاهلي السعودي يفوز على، يعني يسهل لهم مباراه النصر في الدوري كي يساعدوه في اسيا. يعني تعرفوها انت ليه. برنامج اكشنها يا دوري مع وليد الفراج. شوفوا ايش قال بدر. بس المشكله هنا تكلمنا سوء التحكيم الاسيوي، صح ولا لا؟ لا، هنا امس وقلت فريق الاهلي ظلم. شكرا. ويتحملها الحكم مخادمه. الخطا هو حكم رابع كان. انا كنت اليوم اتابع الموضوع. طيب. كان المفروض ما يعطي اشاره، والفار ليس له تدخل. شكرا. الاتحاد الاماراتي تدخل، الاتحاد السعودي خرج، الاتحاد السعودي ولا حتى تصريح تطيب خاطر. ظلم فريق الاتحاد السعودي ولا يهم. انا بدر اليوم تقول والاهلي ايوه نعم، الاهلي والتذاكر يوقف مع الاتحاد السعودي. طيب والفريق ده اللي راح كده هواوي، انظلم عيني عينك، خرجوه من البطوله بفعل فاعل. طيب. اخرج الاتحاد من البطوله.